أسهل وأسرع وصفة ممكن تقومي تعمليها في 5 دقايق بتكون جاهزة، ومش قادرة بقى أوصف لكم الشكل والطعم، حاجة كده حلوة أوي، ومكونات سهلة وبسيطة ومن غير فرن ومن غير بيض، 5 دقايق بس وهتكون جاهزة معاكِ، والطعم حاجة تانية خالص، كل اللي هيدوقها هيتجنن عليها، سهلة وسريعة وتخلص في دقايق، يالّا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت 5 أكياس كده من بسكوت الأوريو، ممكن تستخدمي أي بسكوت بالشوكولاتة أنتِ حاباه، أو أي بسكوت سادة حتى أنتِ تفضّليه. جبت 5 أكياس كده من الأوريو وفضيتهم في الكبة، وهابدأ أطحنهم كده طحن خشن. ممكن تحطيهم في كيس وتخبطي عليهم كده بأي حاجة وتكسريهم برضه وتفرميهم فرم كده خشن ما يكونش ناعمين أوي. بعد ما فرمت كده كل الكمية وكسرتها في الكبة بالشكل دوّة، هابدأ أنزل عليها كده بمعلقة من الزبدة المذابة، وهاخلط كده البسكوت مع الزبدة، البسكوت مع الزبدة، الزبدة بتخلّيه كده يتماسك، وكمان بتدّي له طعم حلو أوي، معلقة بس واحدة من الزبدة، وخلطته وقلبته كويس جدًا كده ودمجته مع الزبدة. هاحط بقى الطبق بتاعي ده على جنب، وجهّزت بقى بولات كده أو كوبايات زي ما تفضّلي، جهّزت كده أطباق أو كاسات أو بولات بعددنا، بدأت أحط فيها كده في كل طبق كده معلقتين بحجم معلقة الطعام من البسكوت اللي أنا طحنته، وباضغط عليه كده علشان يبقى ثابت كده في الكاس من تحت. بُصّوا باحط الأوريو كده وبابدأ أساويه واضغط عليه، معلقتين كده بس هنحطهم من تحت. وباخلّص بقى كل الكمية بالشكل ده، باعمل الأطباق بتاعتي بالشكل ده، شكلها حلو جدًا وبيبقى الطعم حلو أوي، وسهلة جدًا وما خدتش منّي وقت خالص. خلّصت بقى كل الكمية هابدأ كده أحط الكاسات بتاعتي على جنب، كده زي الفل. بُصّوا بقى البسكوت الأوريو اللي زاد معايا زاد أكتر من نُص الكمية، هاخلّيها برضه على جنب، ودلوقتي جِبت طبق غويط ونزلت في الطبق دوّة بكوباية من الحليب الساقع، ونزلت كده عليها بمعلقة من السكر. ونزلت كمان بكوباية من الكريم شانتيه الخام، تقدري تستبدلي كوباية الكريم شانتيه الخام دي بكيسين من الكريم شانتيه اللي هو الجاهز اللي في أكياس، ومش هتحطي بقى سكر ولا أي حاجة، والسكر ممكن تستغني عنه برضه. وهابدأ أضربها كده كويس جدًا الكريمة ديّة بالمضرب الكهربائي كويس جدًا لغاية ما تتماسك والقوام يتقل معايا بالشكل ده. طبعًا كل الحليب ما يبقى ساقع أكتر ومثلج، كل ما هتتضرب معايا بمنتهى السهولة وتبقى ناجحة جدًا معايا. نزلت بقى على الكريمة بتاعتي بكل كمية الأوريو اللي فاضت معايا أو زادت معايا، لو عندِك بقى في الوقت دوّة معلقة من القشطة أو كمان ممكن تضربي معاها كوباية من الزبادي أو علبة صغيرة كده من الزبادي، بتدّي طعم حلو أوي كأنِك حاطة كريمة، وكمان لو ضربتِ معاها جبنة مثلثات بتدّيها طعم حلو أوي برضه، ولو عندِك كمان معلقة أو معلقتين من القشطة، القشطة اللي بنشيلها من على وش الحليب برضه هتدّي طعم حلو أوي. قلّبت ودمجت الأوريو اللي أنا مكسراه مع الكريمة، كده يا جماعة ده بيبقى آيس كريم الأوريو، يعني لو حبيتِ تعملي آيس كريم أوريو اعمليه بالشكل دوّة، كريمة كده وتضربيها وتخفقيها كويس جدًا، وبعد كده ضيفي عليها كده أوريو مكسر، وهي دي ده هو ده بقى آيس كريم الأوريو، تحطيه بقى في علبة تدخليه الفريزر هيبقى آيس كريم أوريو، أحلى آيس كريم أوريو، وطبعًا إحنا عارفين آيس كريم الأوريو ده بيتباع غالي إزاي. بعد ما دمجت الكريمة مع الأوريو هانزل بيها كده في البولات بتاعتي أو الكاسات بتاعتي بالشكل ده، ممكن تستخدمي كيس من أكياس التلاجة أو كيس حلواني، بس لو مش موجود عندِك ومش متوفر تقدري تعملي الوصفة بالطريقة اللي أنا باستخدمها دي، أو تعملي الطريقة اللي أنا باعملها دي هتبقى سهلة معاكِ جدًا، وأسهل كمان من كيس الحلواني. بتحطي كده على الإسباتولا كمية من الكريمة وتنزلي بيها بالمعلقة وتبدئي تساويها بالشكل ده، يعني كل حاجة سهلة يا جماعة ما نصعبهاش على نفسنا. هابدأ أنزل بيها كده وأساويها بضهر المعلقة، شكلها حلو أوي ومش قادرة أقول لكم الطعم بيبقى يجنن، وسويت الكريمة كده ووزعت كل الكمية على الكاسات بتاعتي بالشكل ده، بصوا الشكل حلو إزاي، طبقة من تحت من الأوريو وعليها كمان الكريمة المخلوطة بالأوريو طعمها وشكلها حلو أوي. كان عندي بقى الصوص الشوكولاتة ده، وهابدأ كده أوزع صوص الشوكولاتة كده على وش الطبق بتاعي أو الكاس بتاعي بالشكل ده. ممكن تاخدي شوكولاتة وتسيّحيها في الميكروويف أو تسيّحيها بشوية من الحليب،
هتسيح معاكِ وتوزّعيها على الطبق بالشكل دوّة. بس أنا كان عندي الشوكولاتة اللي هي الجاهزة دي اللي بتتباع في أي سوبر ماركت، فبدأت أوزّعها بالشكل ده. ما كنتش حابة الشوكولاتة تكون كتير كده أو تبقى طبقة من الشوكولاتة علشان ما تبقاش مسكّرة أوي ودسمة أوي. وزّعت كده كمية شوكولاتة، وبعدين بدأت بقى إن أنا أعمل خطوط كده، وممكن أكتفي وما أحطش شوكولاتة فوق الوش ولا أي حاجة، يعني ممكن أكتفي كده وأحط قطعة من بسكوتة الأوريو على كريمة الأوريو بالشكل ده. أنا عملت خطوط كده بُصّوا وبالمعلقة بدأت أوزّع فيها كده، أعمل خطوط بالمعلقة وخطوط بصوص الأوريو، وبعدين أعمل خطوط عليها بالمعلقة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هتدّيني منظر حلو أوي، وفي نفس الوقت هتبقى خفيفة ومش تقيلة ومش دسمة معايا. بُصّوا باعمل بالمعلقة من تحت خطوط كده، أو ممكن أستخدم خلة شيش طاووق، بس أنا باقول لكم لو الحاجة مش موجودة عندكم. يعني لو في حاجة مش موجودة عندكم ممكن نقدر نستغنى عنها ونتصرّف نعمل أي حاجة بديلة، بحيث إن هي تدّينا شكل حلو أوي. جيت بقى فوق الوش كده وحطيت بسكوتة من الأوريو، وبُصّوا كان الشكل حلو إزاي. بجد يا جماعة حلوة أوي وسهلة وبسيطة وتجنن وبتخلص معانا في دقايق. ممكن تتاكل كده على طول، وممكن تتحط كمان الأفضل يعني إن هي تتحط في التلاجة مش أكتر من ساعة. يعني ساعة كده تحطيها في التلاجة وهتاكليها، والكريمة دي مش هتسيح ولا أي حاجة لو حتى قعدت لتاني يوم. بالعكس، دي كل ما بتقعد في التلاجة بتبقى حلوة جدًا، طبعًا في التلاجة من تحت مش في الفريزر خالص. أنا حطيتها ساعة كده في التلاجة، وبعد كده قدّمتها كده في طبق التقديم وكلناها، ومش قادرة أقول لكم يا جماعة الطعم كان حلو إزاي. بُصّوا قد إيه الأوريو من تحت متماسك كإنه طبقة من الكيك، والكريمة اللي من فوق دي برضه متماسكة وحلوة أوي. عايزة أقول لكم كده حاجة تحفة والطعم يجنن، خليط كده من الجاتوه والآيس كريم، وحاجة طعمها يجنن. وطبعًا دي لو بتتباع برّه تتباع برّه غالية جدًا. جربوها يا حبايبي وفرّحوا البيت كله. ولادكم هيعشقوها، ما فيش حد أبدًا بيختلف على البسكوت الأوريو، والطريقة كمان جميلة جدًا والطعم لذيذ مش قادرة أوصف لكم، حلو جدًا. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وجربوا الوصفة ديّة وقولوا لي في الكومنتات. وما تنسوش كمان دوسي على كلمة متابعة وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.